ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اول رجب، ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. معاكم النهاردة روتين جديد وفيديو جديد، كله تشجيع جدا وكله طاقة ايجابية، وهقول لكم فيه كلام مهم جدا، وكمان هنحضر فيه وصفة سهلة وسريعة زي ما شفتوا معايا المقتطفات اللي في اول الفيديو. هطلب منكم لو اول مرة بتشوفوني وعجبتكم قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وعايزة تعليق حلو منك يشجعني كده ان انا استمر. حاجة ابتديتها معاكم، كنت بقرأ في القرآن. طبعا شهر رجب بتتضاعف فيه الحسنات وكمان السيئات. يعني لو انتي سمعتي اغنية، المعصية بتاعتك في الايام العادية لو هي معصية واحدة في رجب بتتضاعف ل2. يعني الثواب بناخده ثوابين، والمعصية كمان بتتضاعف ل2. فطبعا رجب شهر الله من الأشهر الحرم، نحترم الحرمات بتاعت الشهور ونحاول ان احنا ما نعملش فيه اي معصية. المفروض ده على طول على الاقل في الشهر دوت، لان الشهر دوت شهر الله. كمان المعصية زي ما قلت لكم فيه بتتضاعف، والثواب فيه او الحسنات فيه بتتضاعف. فطبعا ما ينفعش خالص ان احنا نسمع اغاني، ننزل اغاني في الاستوريهات. كمان اللي مش بيصلي يحاول ان هو ينتظم في الصلاة، يصلي الصلاة على وقتها. ربنا يا رب يتقبل مننا كلنا صالح الاعمال. عايزه اقول لكم بقى ان انا ابتديت كده روتين عميق في اوضه النوم. مسكت الاوضه زي ما شفتوا معايا الاول. طبعا النظام بتاع السرير كان متغير، كان السرير محطوط تحت الشباك. هنا انا كنت شلت الملل وشلت كل حاجه تحت السرير وغيرت مكانه. وكمان مسكت الشيش بتاع الشباك شطفته بميه ولمعته طبعا كويس جدا، وابتديت ان انا المع بقى كده الاوضه. دوت الروتين شرحت لكم بس انا عملت ايه، وتعالوا نكمل كلامنا. ايه الاعمال المستحبة اللي احنا نعملها في شهر رجب او تساعدنا ان احنا ناخد حسنات كتيرة؟ اول حاجة الصيام، ممكن تصوموا اثنين وخميس والايام القمرية. تاني حاجة قراءة القرآن مهمة جدا. فضل او ثواب الآية اللي انت بتقرأيها بيتضاعف عن الايام العادية، فنحاول نقرأ كتير، نختمه مرة 2 3 على قد ما قدرتك طبعا يعني. كمان نطلع صدقات كتيرة، ممكن نطلع السبح اللي هي تسبح على الايد، اذكار الصباح والمساء، نعمل اطعام في حاجات كتيرة طبعا هشاركها معاكم في كل فيديو. تعالوا بقى نيجي للوصفة اللي احنا حضرناها بعد ما خلصنا الروتين وظبطنا الأوضة وفرشناها. طبعا حضرت بقى كده سهرة حلوة. اول حاجة استخدمت باكو من البسكوت، اي نوع بسكوت بتفضلوه، وضفت عليه شوية من بسكوت اللوتس وطحنته كويس جدا في الكبة. وبعد كده قسمت الكمية لجزئين، جزء ضفت عليه كاكاو وجزء سبته زي ما هو. طبعا العجن بقى في كذا طريقة للعجن، ممكن تعجنه بالنوتيلا، ممكن جناش شوكولاتة، ممكن قشطة، ممكن لبن، في افكار كتيرة للعجن. الميزة بقى معانا في الحلوى بتاعت النهاردة ما فيهاش بيض، ما فيهاش فرن، ما فيهاش دقيق، ما فيهاش مكونات كده خزعبلية، كلها حاجات سهلة وبسيطة جدا، ما بتاخدش وقت خالص. يعني لو ضيوف طبوا عليكم فجأة تقدروا تقوموا تحضروها، ما بتاخدش وقت خالص، وبجد حاجة طعمها حلو جدا. المهم جيت احضر الطبقة التانية، ضفت معلقة نشا، معلقتين كاستر، معلقتين سكر، وحوالي كوباية كبيرة من اللبن، وهرفعهم على النار واقلبهم كويس جدا لحد ما يتقلوا معانا. اول ما يبتدوا يتقلوا هضيف ظرف من الفانيليا. والطبقة التانية عبارة عن موس شوكولاتة، والوش طبعا بيزينه بأي طعم انتوا تفضلوه بقى، شوكليت، نوتيلا بيضة، نوتيلا بلاك، لوتس، فراولة، مانجا، اي طعم بتفضلوه. لو لسه بقى واصله معايا لحد هنا شجعيني وحطي لي لايك وتعليق للفيديو، بجد الفيديوهات ما بقاش عليها مشاهده خالص، وده السبب اللي بيخليني ما انزلش فيديوهات كتيره. فشجعيني كده بلايك للفيديو وبتعليق، ويلا نكمل بقيه الوصفه. ضفت الطبقه التانية والطبقه التالتة بالشكل دوت ووزعتهم. وكمان جهزت الصوصات اللي هستخدمها، انا هعمل 2 بالشوكليت و2 باللوتس، أو طبعا الطعم اللي انتوا تفضلوه. مفيش طعم معين ممكن ان احنا نعتمده في الوصفة دي، عادي بتمشي مع كل الاطعام. حاجة حلوة جدا، طعمها حلو، وحاجة بصوا هتعجبكم جدا، جربوها بجد بجد مش هتندموا. نوزع بقى كده اللوتس. اللوتس اللي انا بستخدمه بستخدم ماركة سما، بجد حلوة جدا، طعمها ممتاز زي اللوتس الاصلي بالظبط، مفيش فرق كتير ما بينهم. وان شاء الله في كل فيديو روتين هحاول ان انا انزل لكم وصفة حاجة حلوة تكون سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت. عايزة اقول لكم ان تحضير الوصفة ديت ما كملش ساعة خالص، كلها سهلة وسريعة ما خدتش وقت خالص. زينتها بقى كده بالبسكوتات، بسكوت اللوتس والشوكولاتة. حابين تقدموها كده بتقدموها، حابين تسيبوها تسقع شوية في التلاجة طبعا بتبقى احلى. ودوت كان شكلها في التقديم، عجبتهم جدا، كان شكلها تحفة وطعمها كمان كان روعة.
تعالوا نحضر بقى تاني حاجة. عايزة اقول لكم لما بنحضر كذا حاجة حلوة كده مع بعض ونحاول ان احنا ننسقهم مع بعض بحيث ان احنا نعمل سهرة حلوة، الحاجة بتبقى شكلها حلوة جدا والولاد بيفرحوا وبتحسوا كده ان انتوا يعني غيرتوا كده من مود اليوم، سهرة جديدة بقى ونتجمع كلنا ونتدفى بقى كده وسط البطاطين، هو الشتا يحب كده. المهم بقى جبت ب5 جنيه بتاع اللي هو بينفش في الزيت دوت، مش عارفة اسمه الصراحة، لو عارفين اسمه قولولي اسمه ايه. المهم جبت ب5 جنيه. عايزة اقول لكم ان هي كمية كبيرة جدا، وهو اصلا لما بنقليه حجمه بيتضاعف اضعاف مضاعفة زي ما انتم ما شايفين كده. بنفضل نقلب فيه في الزيت لحد ما يحمر ويبقى معانا بالشكل دوت. طبعا بقى ممكن تجيبوا طعم جبنة، شطة، كاتشب، اي طعم انتوا حابين تضيفوه. انا ضفت طبعا طعم الجبنة. والطبق دوت مش مكلف خالص، زي ما قلت لكم الكيس ب5 جنيه، بتعملوا منه بتاع 4 5 مرات كده. موجود عند اي عطار. وبرضو الاطعام، الجبنة، الكباب، اي طعم هتلاقوه برضو موجود عند العطار. تعالوا بقى نحضر الطبق التالت. الطبق التالت بقى بصراحة قلت كفاية كده واريح نفسي، كله حاجات جاهزة يعني، شيبسيهات وبسكوتات كده جاهزة معلبة. والولاد عندي بيحبوا كده وكمان اخواتي بيحبوا كده. لازم يكون في طبق كده ايه، في الوانات مشخلعة كده، بيحبوا الفواتح. المهم ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه. وزي ما قلت لكم ركزوا في الكلام اللي قلته لكم بتاع شهر رجب، نحاول ان احنا نسيطر شوية على افعالنا بحيث ان احنا ما نعملش اي حاجة غلط الشهر دوت. ربنا يا رب يتقبل مننا كلنا صالح الاعمال. متنسوش لايك للفيديو، وانتظروني في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله تعجبكم. ودلوقتي حان وقت التذوق. عايزة اقول لكم بجد طعمها روعة، ال4 طبقات مع بعض مدين ميكس رهيب، لازم تجربوها.